اللي تقال مع سي فيصل ولا سي عدنان؟ لا هو تقال على مثلا مستوى التأجير معناها باش نعطيو مقارنة للمشاهدين. معناها السنة الزيادة في الأجر في شركة مستوصفات قفصة هي ب 141 دينار. والزيادة في الوظيفة العمومية يعني الأستاذ والمعلم ب 70 دينار وعلى مرتين. باش نعطيك معناها باش العباد تفهم اللي شنو معناها مستوى التأجير. معناها ما قلناش مستوى التأجير أوروبي، لكن بالنسبة لتونس هو مرتفع، ومرتفع على الأقل أفضل بكثير من الوظيفة العمومية. هذا يشكل معناها مشكلة ولا؟ لا ما يشكلش مشكلة. حبيت تقول لي راهو على هذاك الوظيفة يا سي خليل سامحني بالله حتى كان باش نقاطعك، المؤسسات العمومية في تونس بصورة عامة هم مستوى التأجير تاعهم مرتفع مقارنة بالوظيفة العمومية. هذا مش خاص شركة وزارة، خذ الستاك، خذ مثلا الاتصالات، خذ كذا معناها الدواوين، هو مرتفع في حد ذاته. فهمتي؟ مستوى التأجير مرتفع خلى أنا حتى ناس مثلا يخدموا في الوظيفة العمومية في الانتدابات الأخيرة لقينا ناس تخدم في الوظيفة العمومية لكن حبت تشارك في الكونكور بتاع مستوصفات قفصة لأنه ونجحت لأنها معناها مستوى التأجير أفضل معناها، وهذا مش نحكي المحسوبية اللي يحكي عليها. والله أنا ما عنديش علم على المحسوبية ولا الشيء اللي نعرف اللي نلاحظوه انه وقعت معناها مناظره نتاع انتدابات. في الوظيفه العموميه نجم ينجح في الكونكور؟ لا ما تم ازاحتهم، فتنوا بهم في الانتداب لقاو عندهم سي ان اس اس ان ار بي اس وتمت معناها ازاحتهم. المناظره اللي وقعت في سنه 2011 واحتجت عليها الناس وفي المتلوي وفي المذيله وكذا، ثم تم الغاها وبالعرايس تم الغاها. ثم عاود معناها عمناه لسنه 2012 تجدد لكن اللي لاحظناه انه ثم قبول بالنتائج نسبيا، ثم عدم فما ناس بقي تقول لا انا ما خذونيش، لكن اجمالا معناها على مستوى المجتمع غاديك الناس اللي عايشين في المدن الحوض المنجمي قبلوا بالنتائج هذه. يمكن ثم تدخلات او ثم ما نتصورش معناها اللي بالشكل اللي دخل بالصوره العامه للمناظره، وهذا معناها حسب رايي معناها انه معناها شوف تحبوا بلد ينتقل معناها انتقال معناها ديمقراطي ويقع ثوره ثقافيه في عدم القيام بتدخلات وكذا، هذا ما نجمش يصير في معناها في ليله ولا في نهار، وانما يلزم سيروره ويلزم يقظه. احنا وقت اللي وقعت الاخطاء في 2011 ادركناها، حسنا برشا الانتدابات نتاع السنه الفارطه، نجم نقول انتدابات معناها بطريقه تكاد تكون عاديه وما فيهاش معناها وقع قبولها في الحوض المنجمي. ثم مساله اخرى انا حبيت نضيفها اللي هي الموقع في شركات البيئه اللي راهو معناها كيفاش كانت وضعيات عمال البيئه اللي حاولناهم من اللي كانوا كما يقولوا هما يقولوا يخلصوا تحت حيط. كانت الشركه تعطيهم معناها 300 دينار تحت حيط برك اسكت. كان مسكن عملوا بن علي سنه 2008 باش ينقص من الاحتقان الاجتماعي. احنا في سنه 2012 عملنا ان الشركه ذيك يكون عندها قانون اساسي وتكون عندها معناها جريدو سالير، ونظمنا الوضعيه المهنيه للعاملين في شركات البيئه، وتحسنت حتى الاجر نتاعهم. الاجر ملي كان ب 300 ولا ب 370 هذه سالير دونتري معناها دوما يدخل. وحسب علمي ثم نية نتاع مع انطلاق الشركات هذه في النشاط نتاعها باش تتلهى بالبيئه وتحسن الوضعيه البيئيه للمنطقه باش تقع انتدابات اضافيه. الحقيقه ما نعرفش العدد نتاعها ما يعطينا بعد 2700 يعني ثم 2700 موطن شغل اضافي باش يقعوا السنه في شركات البيئه، وهذا معناها مجهود لا يستهان به.